انا السعاده عندي لما يكون معايا فلوس كتير. معلش انا خليني واقعي مع حضرتك. كل مره فيها البنك اكاونت عندي بيرن انا بكون سعيد. الله يرحمه. كلامك جاب لي حساسيه. الله يرحمني فعلا. موتني وانا في البودكاست. كل ده عشان عايزه السعاده مش عايزه الفلوس. بقيت المرحومه. انا اكس وانا ايمان. وده بودكاست اول مره. البودكاست اللي بنكلمكم فيه عن خبراتنا وتجاربنا في الحياه، واول مره عن كل حاجه. وحلقه النهارده عن اول مره تختار بين السعاده ولا الفلوس. اكس، ايمان، ايه السعاده بالنسبه لك؟ ده سؤال وجودي. اوكي، شوفي، بالنسبه لي السعاده هي تحقيق التوازن بين 7 جوانب الحياه. ايه 7 جوانب الحياه؟ اول واحده علاقتي بربنا، تاني واحده علاقتي بعقلي، تالت واحده علاقتي بصحتي، رابع واحده علاقتي بالفلوس، خامس واحده علاقتي بعيلتي، سادس واحده علاقتي بريليشنشيب، علاقتي في العيله، اخر واحده علاقتي بالكوميونتي والمجتمع. لو انا قدرت احقق التوازن بين ال7 حاجات دول هكون سعيد. كل اللي انا قلته ده طلع وهم، واكتشفت ان اصلا السعاده دي حاجه مش المفروض ان انا اسعى وراها. فمن وجهه نظري ان السعاده دي عامله زي الدراجز. الدراجز دي عباره بتديك سعاده لحظيه. مظبوط. السعاده بالظبط كده، انت عمرك ما بتكون سعيد طول حياتك، انت بتبقى سعيد في لحظات. زي الدراجز بالظبط. الدراجز بتديك ايفوريا لاوقات بسيطه، وبعد كده اللي يحصل تروح. اللحظه اللي فيها هتحس بالسعاده الحقيقيه لما تشيل السعاده من ان هي تكون هدف. صح 100%. استني بس، اتفقتي ولا اختلفتي مع لا متفقه. تخيلتي المنظور ده جدا يعني. المنظور بتاع ان السعاده دي بتبقى بس لحظيه. احنا بنروح نسعى لها للحظه معينه، وبعد كده ما بتكملش. صح فعلا. وانا عايز هي بتيجي زي ما انت قلت. وقت ما بتطلعها من حساباتك، صح، وبتبطل تبقى هدف تروح له تتحقق. بالظبط. خليني بقى انا اسالك يا ايمان، ايه هي السعاده بالنسبه لك؟ السعاده بالنسبه لي هي لما احس اني مكتمله مكتفيه. لحظه واحده. ودي حاجة يعني على قد ما اقدر اطول اللحظة دي ببقى متأكدة اني فعلا حاسة اني سعيدة. الاكتمال والاكتفاء هو اني ممكن كل مشاعري لقيتها وانا قاعدة بقرأ كتاب حلو وساعة عصرية كده وعاملة كوباية شاي جميلة. يعني كل حاجة مظبوطة على القد. مش لازم اكون قاعدة في مكان، مش لازم اكون مع ناس معينة. انا ممكن اكون قاعدة لوحدي بس مثلا سمعت اغنية لذيذة وفتحت كتاب حسيت انه نقلني في حالة لطيفة. مفيش حاجة زعجاني حواليا ومطمنة عن كل الناس المهمين بالنسبة لي في حياتي، وحاسة اني كفاية. هنا في اللحظة دي بحس اني مبسوطة، بحس اني سعيدة بجد. واللحظة دي انا عشتها في وقت ما كان مرتبي 500 جنيه. وكمان عشتها لما بقى 10 أضعاف الرقم ده، لأنه ما كانتش فارقة أنا كنت بقبض كام، بس هي أنا قد إيه كنت قادرة أخلق الحالة دي لنفسي. سواء كنت معايا أو معيش. فهمتي؟ فهي دي السعادة بالنسبة لي. طب أسعد يوم في حياتك كان إيه؟ أنا السعادة عندي لما يكون معايا فلوس كتير. معلش أنا خليني واقعي مع حضرتك. كل مرة فيها البنك أكاونت عندي بيرن أنا بكون سعيد. صح. أنت بتكوني سعيدة معك قوي خلاص من قلبي. أسعد يوم في حياتي هو أكتر يوم عملت فيه ديل ودخل في الأكاونت بتاعي رقم كبير. نقدر نقول كده جدا. ده 100%. دي لحظة سعادة لكل الناس. إيمان، إيه رأيك تقول لنا على موقف اخترت فيه بين السعادة والفلوس؟
لما قررت ان انا اسيب شغلي واسافر اكمل دراستي بره، بطلع على انجلترا واخد ماجستير تاني وانا كنت في اللحظة اللي انا بقرر فيها ان انا اسافر كنت من اهم المراسلين الاقتصاديين في مصر. وسبت كل ده وكنت طالعة هاخد منحة بصرف منها على الدراسة وعلى الإقامة والأكل والشرب وهرجع أخد مصروف تاني. بس حطيت كل ده ورا ظهري وقلت لنفسي أنا هكون مبسوطة وسعيدة أكتر لما أسافر، لأنه السفر هو حاجة طول الوقت بتدخلني في الحالة دي وبتعيشني فيها. واضطريت اني مش اضطريت، بالعكس كنت في منتهى السعادة وانا بسيب الفلوس عشان ادور على حاجة تانية ممكن تكون بتبسطني اكتر. اوكي اكس ايمان، دخلنا في العلاقات. اوبا هنتكلم عن الفلوس. يلا بينا. هل حاسس انه اخلاقي انك تتجوز واحدة اغنى منك او مستواها المادي اعلى منك؟ اخلاقي لا عادي مفيش مشكلة طبعا. يعني بغض النظر عن الاخلاق، لو معاه فلوس اكتر مني ايه المشكله؟ واي نوت؟ ليه لا؟ لانه مستواها المادي اعلى مني، يس انا ام سيكينج لده، يعني فاهم قصدي؟ يعني انا بسعى لاني اعرف واتجوز واحده يكون مستواها المادي ومستواها العائلي والمادي والاجتماعي والاخلاقي وكله اعلى مني طبعا. مش هتحس انك متكتف بالعكس. لانه هي ماديا عايشه في مستوى عالي، ويمكن انت ماديتك ما تسمحش انك تعيشها في نفس المستوى. في ليميت بقى، في سويت سبوت كده، في نقطه التقاء بيها مش هكون مضغوط وفي نفس الوقت هتكون هي افضل، فتاخدني وتحفزني ان انا اكون افضل وافضل، فاهمه؟ من الاتجاه ده، مش من ناحيه ان هي لما تكون اعلى مني اقول لا بالعكس، ده افضل بكتير ان هي تكون افضل مني من ان انا اخد حد يعني. بس متعوده مثلا تخرج في اماكن معينه، تشتري حاجات معينه. هنا بقى لو بتحبني هتتغاضى عن الكلام ده لفتره لغايه لما تتسيستم وانا هبقى مقدر ده جدا، فهقدر ارده ان شاء الله في المستقبل. خدي بالك الدرايف بتاع الراجل مختلف عن الدرايف بتاع الست الدرايف اللي بيحركها هو الحب والمشاعر، لكن اللي بيحرك حتى لو الست بتقول ان الشنطة هي اللي بتحركها او الفلوس بتاعت الراجل هي اللي بتحركها، لكن الطبيعة بتاعتها محكومة بالمشاعر، عكس طبيعة الراجل مش بتحكمه المشاعر، بيحكمه الفلوس والسكسس والنجاح والارتقاء في البوزيشن او في الوظيفة، الاحترام، الحاجات دي بتحرك الراجل. فلو دلوقتي الآية شوية مختلفة وهي معاه فلوس اكتر منه، باي تايم اللي هيحصل ان هو هيكون حق ده، فهيقدر يديها من نجاحه، يديها من فلوسه وهكذا. ده من وجهة نظري. انت بقى شايفة ايه في الموضوع ده؟ هو تشالنج لمين؟ للست؟ للراجل. اوكي. لانه الست فعلا اذا حبت عندها استعداد انها تضحي وعندها استعداد ان هي تشيل كل الفوارق، بس اذا هي اتعودت على مستوى معيشي معين ونمط حياة معين، هيكون في الاول في تحدي انها تنزل درجتين 3 مع الشخص اللي هي بتحبه. فانا بحس دايما انه ذكاء الراجل لازم يكون موجود في انه يغذي العلاقة دي بالحاجات اللي ما بتتشراش بالفلوس. فالست ساعتها تحس انه ممكن المستوى اللي كانت عايشة فيه يكون نزل درجتين، بس هي شايفة قد ايه الراجل بيبذل مجهود عشانها، وشايفة قد ايه هو حريص انه ما يخليش فيه اي حواجز مادية، مهتم بيها، مهتم بالحاجات اللي بتبسطها، ومهتم ازاي انه يطور نفسه فيتطور المستوى بتاعهم ويعدوا اصلا المستوى اللي دخلت هي العلاقة دي عليه. فهو بيحط على الراجل تحدي انه لازم يكون ذكي كفاية انه ما يخليش الست تحس انه هي نزلت درجتين. صح. هي معاه موجودة في حاجات تانية، في أنشطة بيعملوها مع بعض، activities، في أشخاص ودوائر بيدخلوا فيها، فهي شايفة إنه حياتها
فيها تطور شخصي بقى بيعوض التطور المادي، فساعتها ممكن ما يكونش مؤثر قوي للست ان هي خسرت حاجة او انه فرق الفلوس ده ما بقاش موجود. سيبنا العلاقات ورحنا على الشغل. اوكي. لو شركة هتديك مرتب كبير بس الشغل فيها هيكون ضاغط وما عندكش وقت تتنفس، اوكي. وشركة تانية مرتبها قليل بس فيها رحلات واكتيفيتيز والورك انفايرمنت فيها لطيفة، واهم حاجة الصحة النفسية بتاعتك واستقرارك. اعتقد انت عارفة اجابتي. هروح طبعا للشركة اللي فيها ضغط وما فيهاش وقت بس بتدي فلوس كتير. ليه؟ عشان الفلوس؟ لا، ممكن طبيعة شخصيتي اصلا مش من الشخصية اللي هي بتحب تعيش في شكل حياة ريلاكسد وبنخرج ورحلات وكده. as long as ان في productivity والدنيا شغالة وفي اكشن بيحصل وحاجات في الشغل ده مع فلوس، ده بيديني excitement عالي وبيحفزني اكتر وبيخليني اتطور من المكان ده للمكان اللي بعده. انتي بقى ممكن تختاري مكان بيديكي فلوس قليلة مع رفاهية وقت ودلع وخروج، ولا تروحي مكان فيه ضغط وضغط عليكي بس بيديكي فلوس كويسة كتيرة؟ لا، هروح المكان اللي فيه رفاهية وقت وفي work life balance وفي مساحة اني اقدر اعمل activities، لانه انا اصلا ببص انا بتطور كإيمان قد ايه. اوكي. فالاماكن اللي اشتغلت فيها بشكل كان ضاغط جدا وما كانش عندي اي وقت فاضي، تطوري الشخصي كان صفر فعلا، لاني كنت ترس جوه مكنه كبيره بتلف تلف تلف علشان المكنه الكبيره دي تشتغل. اوكي. الاماكن اللي انا كان عندي فيها نفس وراحه ومكان بعرف ان انا اقرا فيه واعرف اني اسوشيالايز وقابل ناس جديده واعمل اكتيفيتيز واسافر، اتطورت فيه كتير. وده بقى اللي ساعدني اني اجيب مكان اعلى بفلوس اعلى لاني عرفت اشتغل على قدراتي. اوكي. كان عندي وقت اني اخد كورسز، وكان عندي وقت ان انا اتطور، وكان عندي وقت اني اعمل علاقات تفيدني اني اقدر اوصل لمكان افضل. ودي انا ما كنتش هقدر اوصل لها لو انا فضلت في المكان الستريسفل. يا في الحقيقة في الحتة دي اتفق معاكي جدا. ليه؟ لان في الحالة دي احنا لعبنا على كونسبت بتاع التايم از ماني. سو انت استخدمتي الوقت عشان برضو تجيبي بيه فلوس كتير. فلوس بس بطريقتي. حبيت. اوكي. got you. work smart not hard. يس، اتفق معاكي برضو في الموضوع ده. اي شغلانه من الشغلانات القديمه اللي انت اشتغلتيها دي حصل لك البيرن اوت؟ ايه البيرن اوت ده؟ البيرن اوت يعني لما توصل لمرحله انك نايم بس صاحي، حاسس انك مش شبعان نوم. واو. جسمك مكسر، رايح على الشغل انت مبهدل، مشتت في افكارك، مش عارف تأدي في شغلك، حاسس ان انت اي حد هيجي يتكلم معاك نص كلمة هتنفجر فيه، مش شايف انه النهاردة فرق عن امبارح او هيفرق عن بكرة. البيرن اوت بتبقى حطيت فيه كل طاقتك في مكان المفروض ان انت تشتغل فيه 100%، انت اشتغلت فيه 200 و300 و400%. صح. فانت تقدر تمشي على المستوى ده فترة، تعمل البروجرس وتعمل تطور، وبعدين تريح وتحلل، تعمل تحليل بقى اللي ازاي انت عرفت ترفع ادائك في الحتة دي، وازاي انت سلمت 3 أضعاف ما كان مطلوب منك. بس اذا فضلت ماشي على 300-400% جسمك مش هيستحمل. انا كومبليتلي اعترض معاك. anyway البيرن اوت ده حالة بتحصل للناس اللي الجول بتاعها مش واضح. هو بيروح يشتغل 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 وهو الجول بتاعه مع الواي بتاعت الواي دي اللي هي اسباب وجود الهدف بالنسبة له مش واضحة. فبيقعد يعمل حاجة وبعد كده يجي في لحظة يقول ايه ده، انا تعبان من اني بعمل ده، هو انا اصلا بعمل ده ليه؟ مش عارف بقى. فكرة ان البيرن اوت ده بيحصل للناس اللي they didn't start with why. تفتكر؟ yeah for sure 100%. انا ما حصليش بيرن اوت يعني، ومش بيحصل لي ليه؟ لان انا فاهم
اعراضه وقريت فيه كتير لغايه لما فهمت فكره اصلا ده بيحصل ليه وبيحصل لناس مين. هو انت لما بتروح فعلا في شغل والشغل ده بيرهقك وبيخليك تشتغل فتره طويله وضخمه وصعبه ومده طويله وبفلوس قليله، ده بيعمل فيك ايه؟ بيخليك توصل لحاله البيرن اوت دي، ان انت خلاص انت مش قادر تعمل ده تاني باي شكل من الاشكال. طب فين الواي هنا بقى؟ الواي ان هو دخل مكان غلط اصلا، ان هو اختار مكان مش صح ليه. لكن لو واحد بيشتغل في مكان نفس ضغط الشغل ده فيه عالي جدا، بس هو حابب انه يشتغل في مايكروسوفت مثلا عشان عنده هدف في الحياة معين، هيبقى بيروح الشغل كل يوم مع وجود ضغط الشغل ده وهو مبسوط، فمش هيحصل له بيرن اوت. صح. البيرن اوت، كلمة بيرن اوت دي مربوطة بالجول، مربوطة بالهدف. صح. والهدف ما ينفعش يكون حقيقي الا لما يكون مربوط باسبابه. it's a cycle كده، ولكن بتوصلنا. interesting، لان انت خليتني اربط انه ليه انا الاماكن اللي انا حسيت فيها بيرن اوت سبتها. لو مع اني ممكن اكون بعمل دلوقتي قد المجهود اللي كنت بعمله فيه 10 اضعاف، وتحس ان الشغل اللي انت بتعمليه دلوقتي ده ولا حاجه بالنسبه للقديم. صح. نفس الكلام ده اللي حصل لي في فودافون. انا في فودافون ما وصلتش للبيرن اوت لاني كنت قادر، ولكن انتبهت ان لو انا فضلت كده انا اصلا مش عايز افضل مكمل بالشكل ده، لاني بعمل مجهود كبير جدا وضخم جدا، وفي نفس الوقت انا مش مبسوط وحاسس ان انا بحقق حاجه انا مش عايزها. نسيب بقى الشغل شويه ايمان ونروح فين؟ عند الصحاب. اوكي وخليني اسالك، الخلافات الماديه اللي بتحصل بين الصحاب actually ده سؤال حلو، لانه في ناس بتتخانق مع اصحابها بس ما بيبقوش فاهمين انه سبب الخناقه كانت فلوس. لا اديني مثال بقى. هدي لك مثال. يعني الخروجات مثلا، لما تبص تلاقي نفسك انه في واحد من صحابك عازمك على عيد ميلاده، تمام، وقايل لك ان احنا هنروح المكان ده هنحتفل فيه بعيد ميلادي، وبعدين بعد ما تروح تفاجئ انه المينيموم تشارج 1000 درهم. واو. موقفك بيكون سخيف. ليه؟ لانه ملهاش علاقة انت معاك الرقم او مش موجود معاك، بس انك تتحط في موقف زي ده تحت الامر الواقع مش حاجة لطيفة، مش ألطف حاجة. وفي بعض الاوقات الناس بتاخد فكرة انه لازم في اي حاجة فيها مثلا خروجة بمبالغ هتدفع، سواء كانت مينيموم تشارج او احنا رايحين في مينيموم سبند على المكان ده مبلغ معين، قولي مهما كان بقى، يعني سواء كان المبلغ قليل او المبلغ كبير، انا حابب اني ابقى عارف انا لما هخرج المكان ده هدفع ايه. اوكي. السفريات اما تبص تلاقي نفسك ان انت مسافر مع اصحابك وعامل حسابك على بادجت معينة، وبعدين بعد ما توصل للمكان اللي انتم مسافرينه تكتشف ان البادجت اتغيرت، وتلاقي نفسك قدام الامر الواقع سواء كان معاك الرقم او لا. فانت من حقك انك تكون فاهم وعارف ايه البادجت اللي بتتحرك فيها. وفي بعض الناس بتتحرج تتكلم في الحاجات دي علشان صح. ما بقاش شكلي بركز في الفلوس قوي ويقولوا عليا ان انا مادية او يفتكروا ان انا معيش، فلا لا انا هسافر معاهم ومش مشكلة احنا هندفع قد ايه. صح. بعدين تكتشف انه لا، في رقم كبير انت ممكن تدفعه. فهنا بتحصل الخلافات، هنا بتحصل الخلافات بين الصحاب لما تكون لي علاقة بالفلوس. حصلت معاك قبل كده حاجة زي كده؟ شوية انتي عارفين انا very selective في اختياري لأصحابي، وبيعدوا بفلتريشن تولز كتيرة قبل ما ياخد لقب ان هو يكون صاحبي. وبالتالي لا ما حصلتش ما بيني وما بين اي حد من اصحابي ان كان في اختلاف على حاجة ليها علاقة بالفلوس، لان هو بمجرد وجوده في دايرة ان هو يبقى اسمه صاحبي الماديات بتتلغي، بتتلاشى، بتبقى واحد. نادر لما في دايرة صحابي المقربين ما حصلتش فكرة ان اي كلاش حصل ما بيني وما بين صاحبي اصلا. حرفيا لو الكلاش ده حصل انا ما بعتبرش الشخص ده صاحبي. فاهمة الليفل بتاع الاصدقاء ده اللي هو يعني عيب يا مان نتكلم في الفلوس. طب عيب اصلا يحصل. اتفضلي. لا حبيت دخلت سؤالك. طب انت حصلت معاك قبل كده انه لغيتوا سفرية عشان في واحد من صحابك
مش هيقدر يكون موجود. عمرها ما حصلت. لا لغيته السفرية عشان هو مش هيقدر يكون موجود لانه ماديا مش هيقدر يسافر معاكم. ايوه عمرها ما حصلت. ما انا فاهم، انا فهمت سؤالك. انت لو بتتكلمي ان هو ممنوع او مش قادر انه يجي علشان مش معاه فلوس، مستحيل ده يحصل، مستحيل تتلغي. هيطلع وهنشيله كلنا احنا. يعني هيجي معاكم لازم. أوكي. لازم طبعا. افتكرت مستحيل هنسافر من غيره. لا لو صاحبنا بجد لازم نجيبه معانا طبعا. ما ينفعش اصلا الموضوع ده. وهو اصلا بتلاقي ان في واحد من الشله شالوا لوحده من غير ما يتكلم على ان يا جماعه ده في واحد صاحبنا مش معاه فلوس يلا نلم والشغل ده مش موجود. هو واحد بيشيله محدش بيعرف اصلا. اوكي فاهمه؟ اوكي. ايمان تقدري تقولي ايه الفرق بين الكريم والغني؟ الكريم ممكن من غير ما يكون معاه حاجه زايده عنه بيدي حتى لو اخر حاجه موجوده في بيته وانت جاي تزوره هيعزم عليك منها وهيديها لك. صح. هيفضلك على نفسه على اي حد حواليه. ده الشخص الكريم. صح. اللي هو عنده دايما القدره على العطاء. الاغنياء لا مش شرط. في حد غني وبيدي وفي حد غني وشايف انه عايز يكبر ثروته ويضربها في 10. يس اتفق معاك. فلا في فرق. تفتكري يا ايمان في ناس بتطرد واحده من شلل معينه علشان بس مش معاه فلوس، لان الشله دي بتقدر تدفع في ليفل معين والشخص ده مش بيفت في الشله؟ بصراحه في انا شفت، بس يعني بتبقى شله الحقيره قوي فعلا. اللي بصراحه اللي بيخرج من شلل بالشكل ده هو الكسبان. حلو الانجل دي. هو الكسبان لانه كان هيدفع فلوس على ناس ما تستاهلش. ليه بس بالراحه بس ليه كده؟ ايه اللي حصل؟ لانه اذا انتوا اتخانقتوا لا ما حصلتش. حد طردك ما حصلتش قبل كده معايا. بس انا شفت فعلا قدامي ناس بيستثنوا شخص منهم متعوده انه اشوفه معاهم دايما واسمع جمله كده لانه هو اصلا ساب الشغل. يعني انتوا اللي طلعتوه بره ولا هو اللي اختار انه ما يجيش؟ لا احنا ما رضيناش نقول له. عيب فعلا، عيب جدا والله. وعلى فكرة هو الكسبان صح، لأنه إذا هيكون موجود في دايرة زي دي لما هيسيب شغله انتوا هتبعدوا عنه ومش هتكونوا موجودين جنبه، فهو من مصلحته ان انتوا تخرجوا دلوقتي عشان لما يبقى في شغل أحسن ما تدخلوش تاني حاجة. أنا حاسس الموضوع قلب مش عارف هو قلب حاجة بس مش بالظبط. انت عارف يا اكس على الموضوع اللي انت بتحكي فيه ده انه في دراسة اخيرة بتقول انه 88% من جيل الميلينيالز اللي هم الشباب دخلوا في ديون كبيرة بسبب اصحابهم وبسبب ان هم عايزين يكونوا شبه الناس اللي حواليهم. اوكي. ونفس الدراسة بتقول كمان انه اليونج ادلتس اللي هم الشباب الصغيرين في السن اوكي بينقوا اصحابهم من الاول بناء على نفس الطبقة الاجتماعية. اوكي. علشان يبقوا بيخرجوا في نفس الاماكن بيعملوا نفس الاكتيفيتيز بيقابلوا نفس الاشخاص. ودي عارف انا شفتها اكتر فعلا في ايه؟ مش بس في الفلوس، انا شفتها في المجتمع اللي ليه علاقة بالانفلونسرز. وبصراحة يعني دي كانت من الحاجات او اللحظات اللي انا كنت كارهة جدا اني اكون موجودة في المكان ده لانه انا شفت الانفلونسرز بيتعرفوا على بعض ازاي. فعلا. هاي ازيك انت عندك كام ألف فولور كده فعلا بالطريقة دي. يب. اول ما بيلاقوا انه الفرق كبير بيسحبوا نفسهم تدريجيا من المحادثة. وفي بعض الناس بتكون سريعة جدا باي تدي لك ظهرها. انت معاك 10,000 عندك مش معاك تكنيكلي معاك انت عندك 10,000 فولور بس تلاقي في ابتسامة صفرة كده وتمشي. وزي ما الفلوس ممكن تخلي صحابي يخسروا بعض كمان الفلوس ممكن تخلي العيلة بالظبط تتفكك أو ياخدوا مواقف من بعض. ممكن يخسروا بعض عشان ورث، ممكن يخسروا بعض علشان الفلوس. فحصلت معاك حاجة زي بالعكس ده عندنا في العيلة الموضوع مختلف تماما. ده احنا عندنا لما عمي مات ساب ورث ما افتكرش خالص ان ده سبب اي مشكلة من اي نوع. لان انا ليه بقول كده؟ لان انا بسمع ان لما حد بيموت وبيسيب ورث العيلة بتقعد تتخانق وده بيحارب ده وده بيقعدوا يجروا ورا ده وكده. احنا بالعكس عندنا الموضوع يتحل بشكل ودي جدا وتفهموا وشوفنا مين اللي محتاج الفلوس دي بشكل افضل والورث اتوزع بالدين زي ما بيقولوا مع اعتبارات تانية مهمة جدا
مشت الموضوع بشكل سلس وتماما ما كانش فيه اي نوع من انواع الخلاف. فخدي بالك برضو انا مش بتكلم على عائله صغيره، انا بتكلم على عائله فيها 9 عمام. فهو رقم كبير جدا، فكلهم عندهم نفس الدايركشن، نفس الاتجاه بتاع التفكير، فهم فاهمين لما ده حاجه تحصل ايه اللي المفروض ان يحصل من ناحيه الذوق والعرف والاخلاق. بشوف كتير ان المشاكل بتاعه الورث دي بتحصل بين الناس، ولكن الحمد لله ما حصلتش عندنا. بس قولي لي انت بقى، عندك قصه في العيله حصلت ليها علاقه افتكرت وانت بتتكلم على الموضوع ده. طبعا حصلت عندنا مشكله كبيره جدا في الورث لما جدتي توفت. ربنا يرحمها. الله يرحمها. فللاسف كان تعامل خلاني ما كانش لطيف ابدا. ابدا. عادي تقولي الكلام ده في البودكاست؟ عادي هقول الكلام ده في البودكاست، ما عنديش اي مشكله، لانه لا يعني كان في الاكسبكتيشن ان الشباب هيكونوا واخدين بالهم من البنات في العيله، بس ده ما حصلش. كنا في العيله الصغيره اللي هي عيله بابا وماما. لا شايفين انه في سبورت مادي، بس لما شفنا على المستوى الكبير دي كانت كمان واحده من الكلاشز اللي حضرناها. انه انا متعوده انه انا واخواتي بنحب بعض وبندي لبعض وبنخاف على بعض وفلوسنا مع بعض مش بتفرق، بس لما شفت ده في الجزء الأكبر كان صادم، لأنه أنا مكنتش متخيلة إنه الأخ ممكن يبقى بيفكر في نفسه بس ما بيفكرش في أخته، بيفكرش هي عايزة إيه، وبيدي لنفسه ده بذريعة الدين، بيدي لنفسه السلاح ده. وعلى فكرة أنا شفت كمان كيسز حصلت في مصر الدنيا اتقلبت فيها، تحديدا لما بنت كتبت على السوشيال ميديا صح شفتها أنا دي أهلها توفوا وإنه ما عندهاش غير الشقة اللي هي عايشة فيها هي وأختها، وعمها طردها هي وأختها من الشقة علشان ما كانش في عندهم أخ ولد. فكارثي، قلبت الدنيا القصة دي، أنا فاكر كارثي لما تشوف حاجة زي كده. ده مستحيل يكون منطق ولا مستحيل يكون في حكمة من ورا ده، صح. غير جشع وأنانية. ففعلا في كيسز بتتفكك فيها عائلات. الكيس بتاعتك كانت كيس ناجحة وكانت كيس بتعكس قد ايه في حاجة اسمها انه اللي راح ما راحش. الشخص اللي راح ده حقيقي. هو لانه احنا بنحبه فهو لكأنه مشي. اعتقد كمان ده كان مبني من جدهم 100%، ان معلمهم فكرة صلة الرحم دي، يعني هي بالنسبة لهم حاجة مقدسة بطريقة مش طبيعية، يعني فاهمة. ايفن العيلة بتاعتنا بعد ما انا والدي توفى ما سابوناش ابدا، يعني فانت بتتكلمي على 9 عمام. واو. يعني احنا بقينا ممكن تقولي في نفس القوة واكتر من لما بابايا توفى. ليه؟ لان 9 واقفين معانا. في هنا سؤال جاي على بالي عايزة اسأله لك. ليه الناس بتتصور ان اكيد اللي معاه فلوس سعيد؟ شوفي انا عشت حياتي وانا فقير وعشت حياتي وانا معايا فلوس، وبقولك هتكون سعيد لما يكون معاك فلوس. هتدي لك ايه بقى الفلوس؟ هتدي لك ان اي مشكلة انت هتتحط فيها هتبقى قادر ان انت تحلها بالفلوس، صح. حتى لو المشكلة دي صحية، عشان الناس بتقولك الفلوس الصحة ما بنشتريهاش بالفلوس. لا حبيبي لا حبيبي، تعرف تتعالج بره بالفلوس. لو انت مش عارف تتعالج، لو انت مش معاك فلوس مش هتعرف تتعالج. فمش بس كده، الفلوس بتديك الحرية انك تتحرك وتروح اكتر من مكان. الفلوس بتديك امكانية انك تتعلم حاجة انت عايز تتعلمها. الفلوس بتحقق لك امنياتك. الفلوس مربوطة في أدمغة الناس الفقيرة بأن هي حاجة شر أو حاجة مضرة، ولكن ده انطباع مش صح. انت ممكن تكون معاك فلوس وبتساعد الناس وبتعمل خير وبتطور نفسك وبتطور الناس حواليك. كل ده بيحصل بفلوس، كل حاجة بتحصل بالفلوس، والفلوس كل حاجة والفلوس بتجيب السعادة. لا صدقيني. اكس هكتب لك شيك على بياض دلوقتي، اختار الرقم اللي ممكن يخليك مبسوط لو اخدته دلوقتي.
مالتي مليونير. اكتبي 10 بليون دولار، اوكي 10 بليون دولار. انا عندي فضول كده. بقى اعرف لما تاخد الرقم ده هتعمل بيه ايه؟ انا خدي بالك الفلوس بتحقق حاجه اهم من الفلوس، ايه هي؟ الفريدم. اي اجري. في الحقيقه احنا ما بنسعاش ورا الفلوس، احنا بنسعى ورا الحريه اللي بتديها لنا الفلوس. ده الهدف الحقيقي من وجود الفلوس. حريه بقى بمعنى ايه؟ ان انا لما اروح كارفور وعايز اشتري حاجه ما اقعدش ابص في سعر كل ايتم، ده بيقيدني. انا عايز عكسه، والحريه اللي هو احط اللي انا عايزه في الوقت اللي انا عايزه بالكميه اللي انا عايزها، فاكون حر وما اشغلش بالي بالقيود بتاعت فلوس مش هتكمل معايا وهكذا. نفس الكلام في فكره السفر. عايز اسافر فين؟ اي مكان في اي وقت باي سعر. احنا مش بنسعى حقيقي ورا الفلوس، احنا بنسعى ورا الحريه اللي بتديها لنا الفلوس. لا خليني هنا بقى اسالك، المليونير اللي عنده او البليونير اللي عنده 10 عنده businesses يس ب 10 بليون دولار، تلمن فرتيدا. يس is he free؟ he's completely free. yes. نحوش الموضوع ده ونتكلم فيه بعدين. يا ريت. نشوفكم بعدين في الحلقات الجايه، من اول مره ودايما مبسوطين وسعداء انكم معانا. باي. دي واحده باي باي. باي.